الصحابة لهم حقوق، الصحابة لهم حقوق، هذا كله حقوقنا في معرفة جميع الحقوق هذه نحن مرتبطون بمن؟ الصحابة. انتبهوا، قلتم مسجد الصحابة، أدوا حق الصحابة يا شباب. ها؟ نؤدي حق الصحابة، نعم والله لا نبتدع ولا نجتهد في شيء من دين الله عز وجل جاءنا فيه قول من الصحابة. هكذا قال أحمد والشافعي والأئمة، قال والله اجتهادهم خير من اجتهادنا. الله أكبر. نعم، تفسيراتهم خير من تفسيراتنا لنصوص الكتاب والسنة، ملزمون إلزام بمتابعتهم يا شيخ، هذا أعظم الحقوق، أنت ملزم بمتابعة الصحابة. نعم ما في جديد، أنت ملزم بمتابعة الصحابة في تفسير وتطبيق القرآن والسنة. كيف نفهم القرآن؟ كيف نطبق القرآن؟ والذين اتبعوهم. ما اكتفى ربنا عز وجل، وش قال؟ بإحسان يا شيخ، مو بس اتباع وتقول والله أنا شوي تعبان ما يخالفنا، لا، الاتباع لابد أن يكون بإحسان وإتقان ودقة متناهية. هنا تدخل ضمن الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه يا شيخ. مسألة ما هي لعب، بل جاءك التهديد من المولى تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين قال نوله ما تولى ونصله جهنم. المؤمنون من؟ الصحابة. كل الآيات اللي في القرآن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به عن الصحابة، كل أنت مربوط في إيمانك، في إسلامك، في إحسانك، في كل شيء مربوط بالصحابة يا شيخ، فحقهم عظيم يا شيخ. نعم حقهم عظيم لا شك.